أهلا بيكم في كلام إلهام. من أصعب اللحظات اللي ممكن تمر على أي بني آدم وتخليه عايش في جحيم هي تغيير الحال أو تقليب القلوب، أو إن الود يقل شوية أو يمكن يروح خالص. الإنسان في الحالة دي سواء راجل أو ست بقى ما بيختلفوش في القصة دي. الاتنين بيحسوا إن في ضربة جات لهم من الظهر، وإن هما ما كانوش متوقعين الموضوع ده خالص، ولا عاملين حسابهم ان ممكن لحظة زي دي تقابلهم في الحياة. هما ماشيين كده مع الناس اللي معاهم، ايا كان الناس دي بقى زوج او صديق ايا كان، على انهم اشخاص مسلم بيهم والعلاقة بينهم منتهية، يعني خلاص احنا مع بعض وهنفضل مع بعض طول العمر. والحقيقة دي مش الدنيا، دي مش الحياة اللي احنا عايشينها. كل حاجة ليها نهاية، حتى الحب والود، حتى ولو كان بين الازواج. لكن في الوقت ده الناس بتنقسم اتنين. اول نوع حد بيقبل بالامر الواقع ويقول قدر الله ما شاء فعل، واكيد العلاقه لحد كده ملهاش نصيب ان هي تكمل، وخلاص ايه المشكله، ادي احنا جربنا وعشنا ايام حلوه مع بعض سواء كنا ازواج او كنا اصدقاء حتى بس، والعلاقه انتهت لحد كده. والانفصال يتم باحترام، مع احتفاظ كل واحد للتاني بقدر من الود، وان هم خارجين من العلاقه مفيش بينهم اي مشاكل واصحاب وحبايب. حتى لو الزوجه كانت حست بطعنه، لكن في الاخر عارفة ان الشخص اللي قدامها ده غير مسلم بيه، وان تقلب القلوب من طبيعة الحياة. ممكن هوب فجأة يبطل يحبها ويبتدي يحب حد تاني. هل ده معناه ان هو انسان وحش؟ هل ده معناه ان هي انسانة وحشة؟ لا، بس المفروض ده الوقت اللي كل واحد منهم يروح لحاله بدون مشاكل، بدون ضغاين، بدون اي حسابات تانية، ويسيبوا الموضوع على ربنا بقى. لو ليهم نصيب هيرجعوا تاني لبعض، ملهمش خلاص قدر الله وما شاء فعل. ده النوع العاقل الراسي كده. اما النوع التاني، الناس اللي لا يمكن تتقبل فكرة الانفصال دي، وان الموضوع بياخدوه على كرامتهم قوي وعلى قلبهم كده، يعني احنا نتساب استحالة، لا يمكن. انا يفضل عليا واحدة تانية ويروح يتجوزها ويسيبني انا؟ لا يمكن، ده انا همرر عيشته وهفضل وراه وجرجره في المحاكم لحد ما يقول حقي برقبتي، او هسكت خالص وابتدي اقلبهم على بعض وازن عليه علشان يطلقها ويرجع لي تاني. في الناحية دي او الناحية دي انت الخسرانة. والله خسرانة سلامك النفسي، خسرانة ان انت تسلمي بقدر ربنا، وان ده حصل غصب عنك وملكيش ايد فيه، وان الطاقة الكبيرة قوي اللي انت هتستنفذيها في ان انت تعملي حروب وخطط بقى ودسائس علشان ترجعي الشخص ده ليكي، انت اولى بيها، واولى ان انت تستثمريها ان انت تموف اون وتنهي الموضوع ده من حياتك وتبتدي حياة جديدة مع حد تاني شايف ان انت جزء مهم جدا من حياته. لكن اللي ما بيعملش كده هو اللي بيتعب نفسيا. اما بقى في نوع تالت، النوع ده الناس اللي هما تبتدي تشتم وتجيب طين وتحطه على راس الشخص اللي سابها ده ايا كان برضه، حتى ولو كان صديق، وتقعد تعدد المساوئ اللي كانت فيه وان هو كان بيعمل ويسوي. واحيانا كتير عقلها الباطن او عقله الباطن بيصور له فعلا ان الكلام اللي بيقوله ده حقيقي، وممكن ما يكونش حقيقي تماما وعاري تماما من الصحة. لكن الشخص ده بيكون موهوم وكمان حاسس ان هو اتخدع قوي، وان الشخص اللي قدامه ده ما كانش ينفع باي حال من الاحوال ان هو يسيبه. ازاي؟ ده انا مأمن له جدا، ده انا مسلمه حياتي، حتى ولو كان الشخص ده يعني صديق مش اكتر. يعمل فيا كده يسيبني فجأة؟ ازاي يعني الكلام ده؟ لازم يا جماعة نسلم ان فيها حاجات قدرية، وان تغيير القلوب ده مش بايدينا احنا خالص، وممكن يحصل لاي حد. فبالتالي نبقى مستعدين من الاول ان ممكن اي علاقة في الحياة ما تكملش. اذا كان الحياة نفسها ما بتكملش وبنموت، يبقى عايزين العلاقات تستمر طول العمر؟ استحالة يعني. في بس دول الناس المحظوظين اللي علاقاتهم تستمر طول العمر. طيب احنا مش من الناس المحظوظين ومن الناس العاديين اللي ممكن علاقتهم تنتهي فجأة. نعمل ايه بقى؟ حروب ومشاحنات ونقعد نعمل خطط عشان نشد الاشخاص دي لينا تاني؟ لا، نهدى ونرسى كده ونقول قدر الله ما شاء فعل، والعلاقة اللي خلصت لأسباب حتى وأنا مش عارفاها دلوقتي، بس مش مشكلة، أكيد ربنا ليه أسبابه. تقبلنا للحاجات الخارجة عن إرادتنا واللي ملناش إيد فيها خالص وما نقدرش نغيرها جزء كبير من الراحة النفسية. الرضا ده أكتر حاجة بتعمل لنا راحة نفسية في الدنيا. فبلاها بقى خطط وبلاها شتيمة وبلاها تلقيحات على الناس، لأ خلاص العلاقة تنتهي باحترام أيا كان مسمى العلاقة، قلت حتى ولو كانت علاقة صداقة. ما بالكوا بقى بعلاقات الزواج، واحنا بنشوف مهازل طبعا على النت، ودي تشتم ده وده يقول على دي كذا، مهازل. طيب ليه؟ ما الاحترام احلى، حتى شكلنا يبقى حلو كده قدام نفسنا لما نفتكر بعد كده اللي حصل. وبلاش بقى قصة قلبي قايد نار ولازم اخد طاري منه ولازم اخد طاري منها والكلام ده.
لا خالص، تقلب القلوب شيء عادي جدا. واتمنى اكون فدتكم، واي كلمه قلتها دلوقتي طبطبت على قلب اي حد فيكم حاسس ان هو جواه نار زي ما انا كنت لسه بقول من الاول، وخليته يبتدي يفكر جديد، ويبتدي يفكر ان هو يتقبل القدر والحاجات القدريه اللي ملهوش ايد فيها ولا يقدر يغيرها، وان الراحه النفسيه بتيجي هنا من الرضا. واشوفكم في الحلقه الجايه من كلام الهام.